ولان الاطفال احباب الله فانا مش عايزهم يحسوا باي الم واحنا بندي حقنه البنج، علشان كده جبت جل موضعي بنحطه على اللثه بقطنه قبل ما نحط حقنه البنج، فمش بيحسوا باي الم خالص. وبعدين بصت في عيني مره واحده وقالت لي انت مرتبط ولا لا، فقلت لها حياتي الشخصيه خط احمر. وبعدين مامتها قالت لها عيب يا ندى تسالي السؤال ده، رحت قايل لها خليها تسال. وبعدين بصيت لها وقلت لها انا محضر لك هديه، يلا غمضي عينك. وتقريبا هي ما صدقت. انا نسيت اقول لكم حاجه، البنت كانت جايه بخراج كبير قوي تحت السنه، فما قلتلهاش مثلا خدي مضاد حيوي وخدي مسكن وبتعليلي بعد ما الورم يفش، لكن بالعكس اشتغلنا لها وكل حاجه كانت زي الفل. بس هنا في حاجه حابب انوه عليها، وجود الخراج تحت السنه بيسبب مشكلتين واحنا بندي البنج. الحاجه الاولانيه انه بيبقى مؤلم جدا جدا جدا، الحاجة التانية ان البنج في وجود الخراج مش بيشتغل، فعلشان كده كنا هنا نتحايل على موقف وكنا بندي يمين وشمال السنة علشان البنج يروح بطريقة ما مش مهم نقولها، يروح لمكان الخراج على طول من غير ما يحصل المشاكل اللي فاتت دي كلها. وهنا جه مشهد الاكشن بتاعنا اللي احنا نخلع السنة. فهزرت معاها في الاول وقعدت اطمنها واقول لها لا 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 انا هخلع السنة بايدي. بعد كده قلت لها ايه ده انا مش عارف اخلعها بايدي، طب تعالى نجرب البتاعة دي، نبص العصفورة وفي ثواني كان الضرس طلع. واحد اتنين هوبا.